تمام حضرتك واضح. تمام. أهلا وسهلا بكم. في البداية كده أحب أعرف نفسي. طبعا مش هزود حاجة عن اللي قالها أستاذ محمد. آه، أنا في الأول بحب أبتدي أي حاجة أو أي شرح إن أنا أخد أسئلة وآراء الناس عشان أعرف أبتدي منين، أعرف المستوى بتاع الناس موجود إزاي، عشان ما بقاش بشرح حاجة وفي مثلا حد مش مستوعب اللي أنا بقوله أو ما يبقاش فاهم اللي بيتقال. فأنا هستأذن أستاذ محمد إن هو يفتح المايكات أو raise your hand. بس أنا عشان أول مرة على تليجرام الصراحة كان على طول في زوم، فمش عارف بتتعمل إزاي. بس فهو هيبقى أستاذ محمد معاكم. تمام. أنا عايز أبتدي في الأول أسئلة من الناس. أي سؤال، أي فكرة، أي حاجة موجودة مثلا في دماغك، إن أنت في البداية خالص ممكن تكون أنت ما عندكش أي معلومة. تمام. مفيش أي معلومة خالص عن الموضوع، اسألني اللي هو الخطوة الأولانية هبتدي ازاي. يعني أنا ممكن مثلا أبقى بتكلم عن حاجة اسمها بيكسل، مش كل الناس عارفة ايه البيكسل ده. البيكسل ده حاجة جوه الموضوع وهيبقى في السيشنات إن شاء الله، بس ما بقاش حابب أشرح حاجة وفي حد مش فاهمها أصلا. بس فحابب أقول لأستاذ محمد يبتدي يدخل الناس عشان أكتب وراهم وأعرف ايه الدنيا هتبدأ ازاي. اتفضل يا أستاذ محمد. أستاذ إيمان. تمام حضرتك أستاذ إيمان اتفضلي. السلام عليكم. حضرتك وعليكم سامعني؟ السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك بس كان عندي استفسار. احنا المفروض ايه اللي هناخده بالظبط؟ يعني ايه الحاجات بالظبط اللي احنا هناخدها؟ هل هنبدأ في التسويق، هنتكلم عن التسويق نفسه، ولا هنتكلم عن التسويق بالعمولة؟ يعني انت هتدينا نبذة عن التسويق وندخل بعد كده نبذة عن التسويق بالعمولة، ولا هنبدأها كأنه من الصفر خالص؟ تمام. ارد سؤال بسؤال ولا اصلا اخد الاسئله كلها؟ ايوه، رد دلوقتي. في سؤال تاني هسأله. تمام. طيب، هي التسويق بالعموله او الافيليت ماركتنج ده هو جزء من التسويق اصلا. فانا علشان اشرح التسويق فده مش هيتاخد طبعا في 6 محاضرات. يعني واحنا بنشرح الافيليت او احنا بنشرح التسويق بالعموله هنبقى الموضوع يعني زي ايه بالظبط. هو هنشرح معاه التسويق بس مش بالتفصيل. يعني فاهماني؟ ما ده قصدي بس ان احنا ناخد نبذة عن بداية التسويق، وبعدين انا عارفة ان التسويق بالعمولة جزء من عملية التسويق اصلا. لكن بالظبط. سؤالي، هل احنا هناخد كان كده قصدي اللي انت بتقوله، ان احنا بس هناخد فكرة التسويق ايه هي، وبعدين ندخل على التسويق بالعمولة بالتفصيل يعني؟ طبيعي طبيعي اكيد. يعني الموضوع مش هيبقى خطوات وقلدوني، لا طبعا هيبقى الموضوع يعني بالشرح ويعني هيبقى خطوة خطوة. المفروض ان الفهرس او اللي انا ناوي اشرحه باذن الله ان انا الاول هفهمكم يعني ايه تسويق بالعمولة، ازاي بنجيب المنتجات، ازاي بنسوق، ازاي بنعمل منصة يعني موقع لينا بالبراند بتاعنا، وازاي ان احنا نقدر نبيع اول منتج للعميل. كل ده مش بيبقى بيتعمل في ثانية. كل ده بيبقى ليه شرح وليه تدريبات، وجوه الكلام لازم غصب عني هشرح معاه تسويق. لان لو فضلت اتكلمت عن الموضوع وهو مجرد مش هيبقى متاح. استاذ محمد، في بس مشكلة في الصوت، انا بسمع صدى لا. صوتي لا حضرتك صوتك مسموع جدا وواضح. مم. طيب تمام. طيب انا ثانية، يمكن انا عشان حاطط بس السماعات فبسمع نفسي. في ثانية حد تاني واحدة عنده معلش. كوتش؟ اعملوا ريس هاند.
طيب تمام. كده انا رديت على حضرتك يا استاذه امان ولا في سؤال تاني؟ عندي سؤال تاني. هو احنا هناخد في التسويق بالعمولة الدروب شوبينج، ولا هناخد يعني طريقة التسويق للمنتجات، يكون فعلا عندي منتجات؟ لأن فكرة الدروب شوبينج أنا أعرف إن هي ما بيكونش عندك مخزن لمنتجات. دروب شوبينج بتبقى مع موردين، أو فهل هناخد الفكرة دي في في هو التسويق؟ في فرق بين الدروب شيبنج والافليت. تمام. الفرق مش ايه. ان هو يبقى عندك مخزن، هو في الحالتين ان انت مش بيبقى عندك مخزن والمنتجات مش بتبقى اه. بتاعتك مهم. ومش بتشتري المنتج. لكن الدروب شيبنج انت بتشتري المنتج. مثلا انا اه. مصنع بصنع قلم. تمام. القلم ده انا محتاج ان انا اسوقه، بس في شرط ان انت لما حضرتك تجيبي العميل بتشتري مني القلم ده وانت تشحنيه بمعرفتك وتعملي كل حاجه بمعرفتك، او انا اللي بشحنهولك برضو بس انت بتدفعي ثمنه زي علي بابا كده اكسبريس. علي ايوه بابا وعلي بالظبط. اكسبريس. مم. تمام. فالحل ده مش بيبقى متاح كتير في مصر لان السيوله بتبقى محتاجه سيوله والجمارك والكلام ده كله، والجمارك. فالموضوع بيبقى صعب. بالظبط. بالظبط. اه لكن كافليت الموضوع اسهل. الافليت لا، احنا كلنا متفقين، انا عندي مخزن وعندي بضاعه كل حاجه، وبقول لحضرتك بس كل اللي عليكي ان انت مهم. تجيبي العميل وتديني البيانات بتاعته وخلاص، وانا هتكفل بكل حاجه، وبعد ما العميل يستلم بنزل لك العموله بتاعتك. انت ما عليكي الا مهم. ان انت بتعملي اعلانات. فالموضوع بيبقى اسهل من الدروب شيبينج اعتقد. وده لمحدود ان يكون العميل ده اللي انا هعمل له الكلام ده، اجيب له زبون وكده، يكون في مصر، ولا اقدر اعمل الفكرة دي يكون واحد خارج مصر اصلا؟ ما هو ده بقى بيعتمد على النظام السيستم الافليت نفسه. يعني مثلا في عندنا سيستمز افليت كتير في مصر، زي انجزني وزي تاجر وزي الحاجات دي كلها. تاجر مثلا عنده سيستم في مصر وسيستم في السعودية وسيستم في الإمارات وهكذا. فهو ما ينفعش يبقى المنتج في مصر وتشحنيه السعودية، لا، لازم يكون السيستم نفسه أصلا موجود في السعودية أو موجود في مصر أو موجود في الإمارات. لا، قصدي انا مثلا لو انا قاعدة في مصر لكن عاوزة اعمل الفكرة دي لحد يكون اصلا عميل في السعودية وزباينه في السعودية مثلا، نفترض في السعودية. أيوة، ما ده اللي أنا بقول لحضرتك. يعني أنا عندي سايت اسمه 45 ستورز. تمام. اها. أنا المنتجات بتاعتي دي في السعودية والشحن بتاعي جوه السعودية. لما يجي لي حد يقول لي القاهرة مثلا أو حاجة في مصر فما ينفعش. فاهماني؟ فاهمة. لكن لو انت حابه تعرضي الموضوع على ستورز تانية، طبعا براحتك. انت بتخشي مثلا الستور تقول له ان انت حضرتك بتسوقي بالعموله ومحتاجه ان انت تاخدي المنتجات دي بسعر الجمله او بسعر اقل شويه، وتاخدي فرق العمله بس مش اكتر. تاخدي فرق المكسب يعني. فهم. شكرا. بس. لا، تحت امرك. تمام. حد عنده اسئله تانية؟ اتفضل. حضرتك أستاذ عبد الرحمن اتفضل. ايه الاخبار؟ الحمد هو لله. دلوقتي دايما يا رب. دلوقتي حضرتك يعني بالنسبه لنظام البيكسل هو اكيد ما فيش حد فينا ادفانسد قوي ان هو يعمل حاجه زي كده يعني. اغلبنا هنا كلهم لسه بادئين في المجال، فاللي هو لسه يا هادي يا دوبك بس عمل ران لاعلان واحد. بتسأل عن البيكسل؟ اه 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 حابب تعرف معناه قصدك ولا؟ لا، هو انا عارف الدنيا بتاعت البيكسل بس انا ما طبقتش حاجه زي كده يعني. عندي باك جراوند عن الموضوع تمام. بس ما جربتش ان انا اوصل لحاجه زي كده او اعمل حاجه زي كده. تمام، ده هنطبقه مع بعض بإذن الله. باختصار كده يا جماعة، البيكسل ده نفترض مثلا ان انت حضرتك اجرت محل. تمام. المحل ده اللي هو الموقع، حاول تربط ان المحل هو الموقع بتاعك اللي هو الدومين بتاعك. هنعرف برضو يا اما مثلا نعمل موقع على يوكان او على ايزي اوردر
او على شوبيفاي عادي، او على وورد بريس كمان. ده الموقع بتاعك او ده المحل بتاعك على ارض الواقع كده، ده المحل بتاعك وعنوانك، ده اللي بيعرف الناس عليك. تمام. البيكسل ده او الديجيتال ماركتنج نفسه اتعمل لنا حاجه كويسه خالص. ايه هي؟ ان انت تقدر تشوف بيانات كل عميل داخل لك وتتتبع مساره، وتشوف العميل ده راح شاف انهي منتج، والعميل ده وصل لحد فين، والعميل ده سأل على ايه، والعميل ده مستني عرض، والعميل ده عنده كام سنة، والعميل ده منين، كل التفاصيل، يعني كل ادق التفاصيل. البيكسل ده يقدر يتتبع لك العميل ده باختصار. اكيد طبعا كلنا عارفين نون او جوميا او امازون. لما بتيجي مثلا تبحث عن منتج معين وخلاص، وبعد كده ما تيجي ما تطلبوش، يعني انت بحثت عنه ودخلت اتفرجت على الصور وكنت حطيته كمان في السله بس ما اشتريتوش، مش بتيجي بعدها بتلاقي اعلانات لنفس المنتج ده وعليها خصومات وعليها عروض والكلام ده. ده بالظبط البيكسل، هو بيبقى عارف ان العميل ده او اللي هو انت وصلت لحد السله وخلاص هتشتري، بس قررت انت ما تشتريش، فبيحاول يعمل لك عروض تانية. تمام. ده باختصار البيكسل. البيكسل هو بيتتبع العميل. ده بيبقى ايه فايدته؟ ده بيتربط بالموقع بتاعك. كل موقع يعني مثلا انت هتسمي الموقع بتاعك مثلا x.com مثلا، x.com ستور مثلا، ايا كان. فالموقع بتاعك ده جواه منتجات، فكل منصة على السوشيال ميديا، فيسبوك، تيك توك، سناب شات، انستجرام، ايا كان، بيبقى ليها حاجة اسمها بيكسل، بيبقى ليه زي كود بتقدر تاخده وتربطه بالموقع ده، بحيث ان اي عميل يجي من المنصة الفلانية ويدخل على الصفحة بتاعتك او على المحل بتاعك ويتمشى، انت بتقدر تتتبع، بتقدر تعرف. يقول لك مثلا النهاردة في 20 عميل دخلوا على المنتج الفلاني، ومنهم 10 بس اشتروا، ومنهم 5 لسه ما اشتروش ومحتاجين يشتروا. باختصار هو ده البيكسل. البيكسل مفيد جدا، بس انا ما بحبش اتكلم عليه في الاول عشان اللخبطه والكعبله. مع الخطوات ومع البدايه الدنيا هتوضح وهتعرف ده بيعمل ازاي. في طريقه تانية ماشي، دي طريقه الكونفرجن اللي هي في الاعلان بتاعك بتحط الموقع بتاعك وبتعمل الاعلان وخلاص، والعميل بيدخل على حسب بقى اللاند بيج بتاعتك وعلى حسب التنظيم بتاعك والعرض بتاعك، العميل بيشتري. لا رسائل ولا انت تدادي في العميل الفلاني ولا تقول له كذا ولا تقول له كذا. ده جزء، وده الافضل والبروفيشنال اكتر من الرسائل. الرسائل انا دايما بشبهها ان انت فارش فرشه قدام محل، اللي هو احنا هنكسب النهارده وربنا يرزقنا بكره، من الاخر. اللي هو عميل بيجي يسأل وعميل يجي يشتري ومش عارف، بتجيب فلوس وبتكسب وكل الكلام ده تمام، بس مش بتبني براند. يعني ده ممكن لو انت معاك كام منتج عايز تخلصهم وخلاص، هتخلصهم في رسائل البراند بتاعك، وبتبني ثقة مع العميل، والعميل يعرف موقعك ويعرف اسمك ويبقى في ثقة بينك وبينه، فهتحتاج الكونفرجن اكتر. بس ده باختصار البيكسل وعلاقته بالمواقع. طيب هو انا دلوقتي لو ما بيدخل مثلا عندي على الويب سايت دلوقتي واشترى مثلا مثلا كورة، هل انا مثلا بكون مطالب ان انا بعد ما بيعمل الاوردر بقوم جاي لازما اوديه السيستم بتاع الافليت عشان يتشحن له، ولا هو اوريدي بيسمى على طول في السيستم؟ ده تمام. ده انت بتقدر في سيستمز بتبقى بتربط الموقع بتاعك بالسيستم بتاعك، واي اوردر يجي يتحول على طول اوتوماتيك من غير اي تدخل منك. دي بتبقى حاجه في البرمجه وبرضه بتتعامل عادي، يعني السيستم بتاعي مثلا يوفر كده او ما يوفرش كده، دي على حسب السيستم هو اللي بيوفر. بينزل بلجن يربط الموقع بتاعك بالسيستم ده، جالي اوردر خلاص بيتحول على طول. بس في الاغلب ان انت لا، اللي انت اللي بتاخد بيانات العميل تحطها في السيستم، لان انت ساعات بتبقى محتاج برضو تغير سعر، محتاج تكتب ملاحظه، الكلام ده كله.
تمام، شكرا. العفو. تمام، في أسئلة تانية؟ تمام، أستاذ محمد كمال اتفضل. أستاذ محمد كمال. حضرتك سامعني؟ تمام سامعين. هو نفس الكلام اللي حضرتك قلته ينطبق برضو على اللاندنج بيج، سواء برضو من ناحية البيكسل وكده. لا، اللاندنج بيج انت مجرد صفحة هبوط تمام. بتحطها على يعني وانت بتعمل الاعلان نفسه تحط اللاندنج بيج، بحيث ان انا كعميل جيت ضغطت على الاعلان وعايز اشتري، بيطلع لي زي فورمة بملاها تمام. اسمي، عنواني، رقم تليفوني، الكلام ده كله، وبتيجي لك في اللاندنج بيج بتاعتك او الكونفرجنز بتاعتك ان تمام. فلان ده حط البيانات بتاعته، تتحسب بس ان هي عملية شراء. تمام، بس اللاندنج بيج بتحول العميل لويب سايت، ولا بتفتح مثلا في الفيس نفسه او اي منصة عامة؟ لا، هي بتفتح عادي لوحدها كأنها هفهمك، هو مش لينك موقع، هي زي فورمة بتظهر لك. بتظهر مثلا لو هو فاتح فيس بتظهر له على الفيس عادي، مش لازم تحوله على ويب سايت زي بالظبط. جوجل كروم مثلا. لا لا لا، وتيك توك نفس الكلام، بتحول لك برضو، تبقى صفحة بسيطة كده فيها الصورة بتاعت المنتج وفيها البيانات بتاعت المنتج، ويقول لك مثلا اسمك، رقم تليفونك، عنوانك، لو بس. عميل مثلا بيسجل البيانات دي، بعد كده بتجيلي انا البيانات دي. بالظبط، البيانات دي بتجيلك وبيبقى شبهها بالظبط زي الكونفرجن بس من غير موقع. تمام، هي زي الكونفرجن بس من غير موقع خالص. بعد كده انا باخد، طب انا لو بالظبط. شغال مثلا افلييت وحاطط مثلا اوردرات على ايزي اوردر مثلا، باخد البيانات اسجلها على ايزي اوردر، ولا خلاص بقى كده الموضوع تم من غير ما اخد البيانات؟ لا مش فاهم، معلش قول تاني. يعني انا مثلا العميل ملى الفورمه بتاعت اللاندنج بيج. تمام. جميل. انا دلوقتي شغال مثلا افلييت، وعرفت ان العميل مثلا عايز منتج مواصفاته كذا، وعرفت بيانات العميل كلها، وهو سجلها على اللاندنج بيج. حلو. طبعا بيظهر لي اذا كان هو العميل جاي من اي منصه، صح كده؟ طبعا. طب لو انا بقى لو انا مسجل عامل اكونت على ايزي اوردر مثلا، بسجل فيه الاوردرات وكده. ما هو انت هتسجل اوردرات في ايزي اوردر ازاي هو ايزي اوردر مش هو سيستم الافيليت. دي النقطه اللي انا بتكلم ايزي اوردر فيها، ده الموقع يعني. بتاعك. تمام. يعني ساعتها بقى اقصد ما بحتاجش الويب سايت بتاعي، الموقع بتاعي على ايزي اوردر، لو انا استخدمت لاندنج بيج. بالظبط، انت بس يعني كل اللي احنا بنلف حواليه ان تمام. احنا ناخد بيانات العميل عشان نطلب الاوردر. خلاص كده انت خلاص بيانات العميل معاك، هتروح تمام. تحطها بقى في السيستم. طب يعني ايه بلوجن؟ معلش، البلوجن ده اللي هو ايه؟ اللجنه دي اللي هي بتبقى اضافه تمام. يعني مثلا مش عارف انت جربت وورد بريس قبل كده ولا لا؟ يعني على بسيط قوي. جوجل كروم، عارف جوجل كروم؟ اكستنشن بتاع جوجل كروم، بيبقى فيه يعني زي، زي اكستنشن كده. بالظبط، حاجه شبه الاكستنشن كده بس في المواقع، في الوورد تمام. بريس. في جوه الموقع نفسه يعني. بتبقى جوه الموقع، بحيث ان هو مثلا يربط الموقع بتاع مثلا تاجر تمام. بالموقع بتاعك، انت بضغطة زر ينزل لك كل المنتجات والصور بتاعتها وكل حاجة من غير ما انت تمسك منتج. حلو. برمجة كده يعني زي تولز، بتسهل يعني الموضوع. بتسهل الدنيا يعني على الاخر. بالظبط هي تولز بتسهل الدنيا. تمام، الله ينور عليك يا هندسه. تمام، تسلم يا باشا. حبيبي. هي يا جماعة يلا فاضل 3 دقايق ونخلص الأسئلة. تمام، أستاذ أحمد باهر اتفضل، هنختم حضرتك. ايوه يا فندم، احمد بحر معاك يا فندم. مساء الخير عليكم جميعا. هو انا بس مداخلتي دلوقتي عشان عايز افهم بس السيكونس اللي احنا بنمشي بيه. هل احنا اسئله لحاجه احنا لسه ما نعرفهاش، ولا هيبتدي الاول شرح للبيزك وبعد كده نبتدي نسال على اللي احنا بناخده؟ لان انا مش فاهم، الناس بتسال وانا مش فاهم هيبقى الشرح عن ايه او الاسئله عن ايه. فرجاء يعني، هل ينفع نبتدي بالشرح بعد كده اللي محتاج يسال في حاجه يسال في الاخر؟ شكرا. تمام، انا هعمل كده، بس انا في البداية حبيت اخد أسئلة بحيث ان انا ما بقاش داخل اتكلم في حاجة
وفي ناس اصلا مش عارفه يعني ايه الحاجه دي، فعشان ما يحصلش لبس ويحصل لخبطه فالموضوع بس يبقى ايه بسيط. يعني بس الكلام تمام، ده هو كده كده النهاردة خلاص بس؟ احنا هندخل دلوقتي على طول في الشرح. تمام. تمام. استاذ محمد معايا؟ ايوه مع حضرتك. طيب تمام، انا لو حبيت برضو اعمل سكرين للشاشة هبلغك برضو عشان نبقى الموضوع معروف. تمام حضرتك. تمام. خلوني كده الأول، أنا بإذن الله في السلسلة دي إحنا هنشرح أكتر من حاجة. أول حاجة هفهمك يعني إيه أصلا تبقى ميديا باير، بحيث إن أنت تقدر تبيع منتج. تبيع منتج إزاي؟ مش بالطريقة التقليدية خالص، لأ، أنت بالطريقة بتاعة الديجيتال ماركتينج، يعني أنت هتبيع المنتج على منصات السوشيال ميديا. طيب احنا قبل ما ندخل على منصات السوشيال ميديا اصلا انت المفروض الاول تعرف هتجيب اصلا المنتجات منين، هتشترك ازاي، هتبيع الحاجة ازاي، هتعمل كل الكلام ده ازاي. تمام. تاني حاجة هوريك ازاي تعمل موقع على، هنعمل برضو زي استفتاء مثلا يو كان او على ايزي اوردر او على شوبيفاي حسب ما انتوا حابين. تمام. ايه يو كان او ايه ايزي اوردر او ايه شوبيفاي، دي مواقع بتسمح لك ان انت تعمل متجر عليها. هي مواقع تمام بتسمح ان انت تعمل متجر عليها. طب المواقع دي بتستفاد ايه؟ المواقع دي انا دلوقتي حبيت اعمل عليها متجر باسمي، بيطلب منك ان انت تدخل مبلغ بسيط في الاول خالص كاشتراك. تمام. اي اوردر هيجي لك بعد كده، اي اوردر هيتم ضم على المنصه دي او على الموقع ده بيتم خصم حاجه بسيطه، يعني مثلا ايزي اوردر تقريبا نص جنيه او حاجه، يو كان تقريبا 1 سنت او 5 سنت، مش فاكر بالظبط. يعني بالمنطق ده انت بتبني الاوردر بتاعك، بتبني الموقع بتاعك او المتجر بتاعك. تمام. بطريقه سهله جدا. طيب احنا بنينا المتجر، هوريك برضو خطوة بخطوة، هعمل سكرين للشاشة واوريك ازاي تبني المتجر بتاعك وازاي تصممه وازاي تحط المنتجات وازاي تعمل اللاندنج بيج وازاي تعمل كل الكلام ده. طيب احنا عملنا كل الكلام ده، هنجيب المنتجات بتاعتنا منين؟ في منصات او في سيستمز خاصة بالافليت. السيستمز دي بتستفاد ايه او بتعمل ايه؟ باختصار، انا راجل مصنع مثلا بصنع احذية، انا بصنع الحذاء الواحد مثلا بيكلفني مثلا 100 جنيه، ببيعه في السوق ب150 جنيه، اذا انا ربحي 25 جنيه. انا ربحي قصدي 50 جنيه، اسف. تمام. خلاص، انا ال50 جنيه دي عشان اجيبها فانا بعمل لها اعلانات، بعمل لها دعايه، بعمل لها بوديها بشركه الشحن، مش عارف ايه، بصرف عليها. طيب فانا جات لي فكره، قلت طب ما انا بدل ما اصرف عليها، طب ما انا اخلي ناس تيجي واقول لهم يا جماعه انا هديكوا الشوز ده بدل ما هو ب150، لا انا هديهولكوا ب125 بس. تمام. وال25 التانية دي ربحكم. طيب انا كمصنع استفدت ايه؟ لا انا استفدت كتير، انا وفرت فلوس الاعلانات، وفرت فلوس اي حاجه، المصمم، المبرمج، كل المصاريف الجانبيه دي، ومجرد عارض صور المنتج بتاعي على السيستم ده وبيجي لي المسوقين. جالي مسوق اخد مني الشوز ده، والله المسوق ده في الطريقه العاديه او في الدروب شيبينج انا بلزمه ان هو يدفع لي ثمن المنتج ده اللي هو 125 واقول له ماليش دعوه. طيب دي حاجه لها مساوئ كتير فيها بعدين. لكن في الافليت او في التسويق بالعموله ايه الحاجه الكويسه؟ ان انا مش بلزمك ان انت تدفع ثمن المنتج، لا انا بقول لك هات يا عم العميل، هات الزبون، وبدل ما انت هتدفع ثمن المنتج انت مش هتدفع اي حاجه، انت مجرد ما هتجيب الزبون، هتجيبه بقى باورجانيك ريتش، صحابك قرايبك، من غير ما تدفع اعلانات، هتجيبه باعلانات على الفيسبوك، على التيك توك، على الانستجرام، انا ماليش دعوه. جبت لي البيانات العميل، جميل، انا خدت بيانات العميل دي،
انا ببقى متفق مع شركه شحن، بوصل مثلا انت هنوصل العميل ده في القاهره، جميل، فخلاص انت دلوقتي هتبيع المنتج ب 150 وقلت لك انت ليك في المنتج ده 25 جنيه، طبعا زائد فلوس الشحن ايا كانت بقى، مالناش دعوه بيها عشان ما لخبطكش. فلوس الشحن دي خلاص راحت، فانت العميل استلم الاوردر، طبعا الفلوس هتبقى معايا، فهاجي انزل لك في حسابك ال 25 الربح بتوعك. انت استفدت ايه؟ لا انت استفدت ان انت طبعا مفيش 25 دي، الموضوع بيبقى اكتر من كده شويه. انت عملت اعلان مثلا ب 1000 جنيه، جالك 1000 مبيعه او جالك 2000 مبيعه ايا كان، انت ورزقك او انت وشطارتك، وده اللي احنا هنحاول نوضحه، وازاي نعرف اصلا نجيب العملاء ونقلل ونقلل سعر الرساله بتاعتنا او سعر الكونفرجن بتاعنا عشان نقدر نبيع اكتر. فالموضوع بالنسبه لك هيبقى مفيد ان انت من غير راس مال، انت مجرد فلوس الاعلانات حسب البادجت بتاعك. في ناس بتبدا ب 200 جنيه او 300 جنيه على حسب. وانا ك ك يعني انا كمصنع استفدت ان انا كسبت منك ال 25 جنيه اللي انا حاططهم كربح ليا، ان انا قللت الربح بتاعي بتاع السوق اللي هو 50 جنيه خليته 25 جنيه، وقسمت معاك. باختصار بسيط جدا هو ده الافيليت، ان انت بيبقى عندك منتج تبيعه، بتخلي المسوقين ناس اكتر، فالمبيعات هتبقى اكتر، تمام، من غير ما تصرف اي اعلانات ولا اي حاجه. ده باختصار. تمام. بص، هو لو في حد بيتكلم عشان انا شايل بس السماعات فمش هسمع، لو في حد بس بيسأل او في حد بيعمل حاجه استاذ محمد بس ايه يا ريت يعني تعرفني عشان ما بقاش انا بتكلم اصلا وفي حد مش فاهم حاجه او بيسأل على حاجه. محدش هو انا كنت عايز بس اعرف يعني الفرق بين الافلييت والدروب شيبنج كمفهومين يعني، ولا هما الاثنين المفروض حاجه واحده؟ لا هما الاتنين مش حاجه واحده. انا قلتها من شويه، كان في حد سألني. باختصار الدروب شيبنج، انت بتيجي تشتري مني منتج، بعد ما تجيب العميل بتاخد مني، بتدفع ثمن المنتج الاول وانا تمام. ببعته لك، او انت بتكتب لي عنوان العميل وانا بوديه للعميل، بس انت بتديني ثمن المنتج الاول. يعني يعني الدروب شيبنج باختصار لازم ادفع بسيط. فلوسه الاول، يعني لو هجيب من علي بابا او امازون او ايا كان اي موقع عالمي لازم ادفع فلوسه الاول. بالظبط، انا ما بستورد من علي بابا، انا بدفع الفلوس الاول وبدفع كل حاجه الاول تمام. والمنتجات بقت بتاعتي خلاص. ده كده اي كوميرس، ايه، ان حضرتك تستورد الحاجه وتبيعها هنا في مصر، ده اي كوميرس كده المفروض ان ده يعني ده مفهوم هو ثالث كله يعتبر. اي كوميرس، اه هو الموضوع كله تجاره الكترونيه، تمام. سواء دروب شيبينج سواء افلييت. افiliate. امم بس الدروب شيبينج هيبقى صعب بالنسبه لنا ليه كمصريين بقى؟ او كعايشين في مصر، هيبقى الموضوع صعب اكتر عشان يعني. راس المال يعني. راس المال والجمارك، ان انت مش هتعرف تستورد الكلام ده كله. مم. تمام ماشي يا هندسه. تمام. تمام ففي يا حد بس هندسه. عنده اي سؤال في حته الفليت او التاجر المصنع والسيستم، او في حاجه وقعت مش فاهمها مثلا من الشرح؟ حضرتك هو السيستم اللي احنا المفروض نتابع للعميل اللي بنجيب له الزباين، ده بيبقى فين بالظبط او هنلاقيه ازاي؟ دي يعني ده بتبقى اول سيستم سؤال. بمواقع معروفه، ممكن ابعت لكم اه. لينكات، او مم. وانت مثلا على الفيسبوك كتبتي افليت وسبتي سيرش هتلاقي كتير جدا يعني، كتير اها. فعلا. بس هتلاقي اشهر حاجه اللي هو سيستم انجزني اللي بتاع العالميين، سيستم فيندور، في سيستم تاجر، في كتير يعني. برضو هبعت لكم اسامي كتير، ممكن شهبندر، في جامايكا، في حاجات كتير جدا يعني. ده سهل، ماليه مصر، هي بس قليله في حته الخليج، ما فيهوش تقريبا طب غير تاجر و45 ستورز اللي هو بتاعي ده بس. طيب سؤالي التاني انت قلت لنا انه في مواقع هنعمل عليها المتاجر،
قلت لا لنا اكتر من موقع، انا في حوالي 2 سمعت عنهم قبل كده. بس سؤالي انا على اي اساس اختار انهي موقع اعمل فيه المتجر بتاعي؟ يعني هل في فروق ما بين المواقع دي او مميزات في كل موقع غير التاني؟ هي بتبقى فروق اقدر بسيطة ان انا يعني. زي ايه؟ اشهرهم شوبيفاي، وبعديه ايزي اوردر، وفي الاخر خالص يو كان. يعني هي بتبقى مثلا حد بيبقى حابب دعم اكتر، يو كان تقريبا الدعم بتاعه بيبقى اقل شويه، ايزي اوردر الدعم ايوه، بتاعه انا اعلى. شوبيفاي انا سمعت تقريبا انه لازم تعمل انت. شوبيفاي عالمي اه انا سمعت عنه اكتر واحد. شوبيفاي عالمي برضو، بروفيشنال اكتر، مش هنبقى محتاجين حاجات كتير فيه. يعني انا شايف ممكن ايزي اوردر هيبقى اسهل حاجه او افضل حاجه وارخص حاجه كمان. الاوردر بنص جنيه بس، لو جالك مثلا اوردر بيخصم منك نص جنيه مش اكتر. تمام، شكرا. تمام، العفو. فكده احنا قلنا عشان ما نتوهش، العلاقة بتبقى مصنع، صاحب منتج، سيستم افليت، مسوق، وعميل لو حد حابب يكتب ورايا. المصنع ده هو اللي عنده المنتج، المسوق ده اللي عايز يشتغل وعايز يسوق للمنتج معهوش راس مال، والسيستم بيبقى وسيط ما بينهم، وساعات السيستم بيبقى هو المصنع عادي. فالسيستم بيكسب ايه تقريبا برضو، بيبقى بياخد نسبة على الاوردر، لو 10 جنيه، 20 جنيه، 30 جنيه كان يعني. وفي الاخر خالص المنتج بيوصل للعميل بس. فدي الشجرة بتاعة الموضوع. هو انا حابب ارسم لكم او احاول اوضح الموضوع بالشرح، لو في زي وايت بورد او حاجة هنا، بس انا مش عارف الصراحة. ممكن ده موجود ولا ايه؟ لا، مش موجود في التليجرام يا كوتش. الوايت بورد ممكن مش حضرتك موجود في تعمل التليجرام. شير سكرين. ممكن اعمل سكرين. طيب في حاجة مش واضحة بالنسبة للموضوع؟ اللي عنده اي سؤال يا شباب يعمل رايز هاند. طيب ما حدش عمل رايز هاند، اتفضل يا كوتش كريم. طيب تمام. انا دلوقتي المفروض ان انا محتاج ان انا اعمل سكرين ريكورد، بحيث ان انا نجرب نعمل اكونت على اي سيستم مثلا في البداية. اوري الناس برضو، نبتدي بسيستم مثلا. طيب واضح الشير سكرين؟ ايوه واضح يا كوتش. تمام. ده مثلا سيستم اللي هو 45 ستورز في السعودية. السيستم ده خاص بيا انا اللي عامله، حاطط حاليا 3 منتجات دلوقتي. السيستم ده حاولوا برضو تفصلوا شوية عن مصر والسعودية. يعني السيستم ده الكلام كله بالسعودي، هتلاقي حتى سعر الجهاز ده 105 ريال سعودي، وظاهر جنب 20 ريال عمولة. يعني معنى الكلام ده ان ب 105 ريال دولت ليك 20 ريال عمولة في المنتج ده. الخلاط ده مثلا 155 ريال و30 ريال ربح. جميل. خلوني اعمل بس لوج اوت. طيب انا دلوقتي داخل في اي سيستم عموما، واجهه اهي. انا محتاج طبعا الحاجه اختفت، الاسعار اختفت عشان انا فيزيتور.
فانا محتاج ان انا اسجل. ما اعتقدش ان محدش بيعرفش يسجل، فعادي جدا هنسجل، هنعمل تسجيل دخول، انشاء حساب جديد. تمام، هندخل هنا الجيميل بتاعنا او اي ايميل والباسورد. تمام، ونعمل تسجيل جديد. انا عامل حساب قبل كده، فهيبقى الموضوع بالنسبه لي على طول. خلاص انا جاري كده. تمام، بقيت موجود في الموقع. تدخل بقى على المتجر او على المنتجات ايا كان. نفترض ان انت تسوق للخلاط، بتدخل عادي على الخلاط. جميل. نفترض الاول ان احنا هنبتدي بالرسائل، مش هنبتدي بالكونفرجن وان احنا نبني موقع على طول. الفكره ان هي بتتم ازاي؟ اي سيستم بيبقى موفر لك العنوان بتاع المنتج، سعره، والبيانات بتاعته، ايه المنتج ده بيتكون من ايه، كم فولت، مش عارف ايه مكوناته، صوره. والمفروض ان هو بيبقى موفر كمان فيديوهات او الكرييتيفز شبه ما بتتقال. انت كل اللي عليك ان انت بتعمل صفحة فيسبوك او تيك توك او ايا كان. التيك توك هيبقى بيزنس على طول. خلونا برضو نمشي معاكم واحدة واحدة. ندخل على الفيسبوك مثلا. كلكم بتعرفوا تعملوا صفحات، صح كده؟ الكوتش بيسأل يا شباب، اللي عنده إجابة يعمل رايز هاند. تمام. يعني اعمل السيستم ده. السكرين ظاهرة على الفيسبوك ولا على الموقع؟ لا، ظاهرة على الموقع. طيب ثانية واحدة. تمام. زي اي اكونت، انت من الاكونت بتاعك على الفيسبوك تقدر ان انت تعمل صفحة. تعملها منين؟ تيجي عند الاربع مربعات دول. انا عامل الفيس بالعربي حاليا علشان الموضوع يبقى بسيط. تعمل انشاء بيج او صفحة. تمام، هنسمي مثلا الصفحة اي اسم، مثلا افليت مثلا. ستور. تمام، الفئة دي تبقى نوع الصفحة. سي مثلا احنا هنبيع ادوات منزلية، هنبيع ملابس، هنبيع اي حاجة. فانت تقدر تكتب هنا مثلا ملابس مثلا، او تسوق وبيع بالتجزئة. تمام، هتعمل انشاء صفحة. بيقول لي ان هو حدث خطأ. طيب ممكن يكون في مشكلة في الاكونت. ثانية واحدة. يا كوتش حضرتك تقدر تختار 3، يعني ما تختارش بيع بالتجزئة بس، اختار كذا حاجة معاه، ممكن ماركتينج كده. ممكن اختار 3 حاجات بالظبط.
تمام، انا كده عملت الصفحة. ثانية هعمل شير سكرين كده للصفحة دلوقتي. تمام، دي الصفحة. دي انا عاملها قبل كده عشان بس ما نضيعش وقت. الصفحات حاليا دلوقتي بقت بروفايل، فانت تقدر تعمل سويتش كده، انت بقيت باسم الصفحة. جميل. كل اللي هتعمله انت هتاخد البيانات دي اللي هي بتبقى محطوطة لك. طبعا انت لو حابب تجود براحتك، حابب تضيف حاجة براحتك. في طريقة بروفيشنال برضو انا ساعات بعملها، لو حد بيفتح عنده شات جي بي تي، ان انا اقدر اقول له مثلا ان انا مثلا محتاج صيغة اعلانية لخلاط. هوريك ازاي دلوقتي باللهجة السعودي، يعني انا هنبيع في السعودية. خلاط منزلي باللهجة السعودية. الموقع ده يا جماعة بجد يعني كنز، انت تقدر تعمل عليه كل اللي انت عايزه. انا قلت له بس يعمل لي صيغة اعلانية وهو هيتعامل. كتب لي احصل على الخلاط المنزلي الافضل في المملكة، مش عارف اهلا بكم في ايه وايه وايه وايه، عامل لي حاجة محترمة. طيب لو ده كتير جدا وانا حابب باختصار، هكتب له بس ان انا بحتاجه باختصار. يعني انا بص بعامله معاملة اصلا مش كويسة، بس عمل لي اعلان بسيط: خلاط منزلي قوي وسهل الاستخدام، احصل عليه اليوم واستمتع بتحضير اشهر عصائر مش عارف ايه. انا هاخد شوية حاجات من هنا واخد شوية حاجات من هنا، ناخد دي كوبي كده ونحطها هنا. هو ما كانش ظاهر، لا تمام كان ظاهر تمام. جميل، فانا كده محتاج ان انا اضيف صور يا مكتر الصور. لو انت الصور دي مثلا مش عاجباك، بكل سهولة هتيجي كده على جوجل تكتب بس اسم الخلاط، هيطلع لك صور كتير. لو انت حابب تجيب صور من المصنع نفسه، هتلاقي علي بابا ظاهر. تكتب هنا كده علي بابا سيلفر كريست بلندر، صور كتير وفيديوهات، وكلها معلهاش حقوق ملكية لأن دي صور طالعة من المصنع نفسه. تختار اللي انت عايزه. جميل، مثلا هناخد الصورة دي، خدها كوبي وحطها هنا، واخد معاها صورة كمان ان هو المنتج ده بالمطحنة، لان في ناس بتبيعه من غير مطحنة وبتكذب وخاربين الدنيا خالص. طيب بوست، جميل كده البوست نزل. كده احنا حطينا المنتج بتاعنا بالصيغة الإعلانية بتاعته. في حاجة بس نسيتها، أهم حاجة إن أنت تضيف السعر عشان تقلل من موضوع الرسائل كتير اللي بيطلبوا فيها السعر كام. فأنت هنا حابب برضو عندك اختيار، هو سعره 155، أنت هتبيعه مثلا ب190، الفرق ليك. وبيبقى فيه أصلا 20 ريال شحن، غالبا بيبقى 20 ريال، فأنت 155 دولت بتزود عليهم 20 ريال شحن.
يعني بيبقى على على العميل 175 بالشحن عشان تاخد ال 30 ريال الربح بتوعك. تمام. معلش التليفون بس الصوت طالع. الصوت واضح يا كوتش، كمل. طيب ثانية واحدة. تمام. الصوت انا كده صوتي ظاهر ولا في مشكلة؟ لان انا مش سامع نفسي. الصوت ظاهر يا كوتش، كمل. كوتش مهند، تمام. حضرتك سامعني؟ وصلنا لحد فين؟ فانت بتبيع المنتج ده، بتزود بس 20 ريال للمنتج. احنا عملنا اعلان، جالنا رسائل، خلاص الناس طلبت مش عارف ايه الكلام، تمام. نيجي نطلب المنتج من هنا. تمام. بيطلب منك هنا الاسم. هنعمل مثلا تيست، يقول لك المحافظة السعودية مثلا الرياض، خليها تيست برضه عشان ما يسمعش وشركة الشحن تبعت. ده العنوان بالتفصيل، تيست. ده رقم التليفون، بيبقى هنا 10 أرقام، أي أرقام. تمام. دي الفاتورة، السعر 155 ريال، عندك الشحن 21 ريال سعودي، الإجمالي 175 ريال. طيب أنت دلوقتي مثلا بعته ب190 شبه ما أنت كنت كاتب، فأنت كده المفروض إن أنت هتقول لي في الملاحظات في سيستمز تانية أنت بتقدر تعدل من هنا على طول، هنا مش متاح ده. فتقول لي مثلا الطلب، إجمالي الطلب، إجمالي الطلب 190 ريال. خلاص أنا كده هفهم إن 190 ريال دي بالشحن بكل حاجة. هتعمل تأكيد طلب. عايز أوريكم الشكل بيظهر لي إزاي. خلاص هيجي لك كده يقول لك تم استلام الطلب. جميل. نشيل دي. فبيجي يسمع عندنا ان في طلب اسمه كده. طبعا انت مالكش دعوه بالداشبورد دي، انا بوريك بس ايه اللي بيحصل. تمام. بيجي لي الطلب يقول لي الاسم كذا، العنوان كذا، رقم التليفون كذا، وكاتب لي الملاحظه اجمالي الطلب 190 ريال. خلاص تمام. ادي المنتج مش عارف ايه، الفاتوره اهي. جميل. طيب انا خلاص خدت الاوردر بتاعك، طلعته لشركه الشحن. شركه الشحن بدات تطلع للعميل. بيجي لك اول ما شركه الشحن تستلم مني وتاخد البوليصه، بيجي لك زي كود. اوريك كده، بس مش عارف بقى الكلام ده موجود في مصر ولا لا. يعني هنا شركات الشحن بتعمل كود زي تراك كده، بتتتبع الاوردر بتاعك.
شوف هو وصل فين، عمل ايه. يعني مثلا ده اوردر قديم، فهنا اهو بيجي لك التراك ده. هتجيبه منين؟ هقول لك. تدخل هنا على البروفايل بتاعك، الطلبات، تيجي هنا عرض، هتلاقيه ظاهر لك هنا في الحتة دي. انا عايز بس اوريكم اوردر قديم موجود فيه الكود ده. تمام، دي شركة سمسة. في البداية خالص انا عايز اجيبها لكم بالعربي. شركة سمسة، ده الكود بتاع التراك. تاخده كوبي وتحطه هنا كده في تتبع الاوردر. بيشرح لك بالتفصيل ايه اللي حصل. يوم 17 طلع من الدمام، مش عارف راح فين، وصل عمل ايه، بقى في الرياض، راح مش عارف فين، ها في الاخر خالص تم التسليم. تم التسليم دي خلاص اعرف ان انت كده العمولة بتاعتك هتنزل لك وتقدر تسحبها. تسحب العمولة ازاي؟ يا جماعة لو في اي حاجة واقعة او انا سرعت في الشرح شوية، يا ريت يعني توقفني وتسأل، مفيش اي مشكلة. الشباب اللي عنده سؤال يعمل رايز هاند وانا هختار منه واحد واحد بالترتيب. استاذ محمد فتحت لك المايك. بقول لك هندسه، صلاحيه الوصول بتاعت للويب سايت بتاع شركه الشحن دي، اي حد بيقدر يبقى له اكسس عليها ولا ايه؟ صلاحية وصول ايه؟ بتاع الويب سايت بتاع شركه الشحن. هو ظاهر قدامك ولا؟ اه ظاهر قدامنا، فده اللي خلاني سالت يعني. هو المشكلة ان هو مش ظاهر قدامي انا، بس انا عامل له سكرين شير. تمام، مفيش مشكلة. اي حد معاه الكود بيقدر ان هو يوصل للموضوع ده، بيوصل يعرف التراك بتاعه. طب هو الموقع بتاع 45 ده يعني تبع حضرتك اصلا، ولا هو افليت وحضرتك شغال معاهم برضو بتسوق معاهم؟ ده افليت بتاعي انا، بشرح لك عليه. تمام. بس انا اقدر في اقدر اخد التاجر المنتجات من عليه عادي اكبر برضو، صح منه. كده؟ ايه؟ اقدر اخد المنتجات من عليه واسوق عليه من عليه برضو عادي؟ تقدر، ما هو شغال كده. وهوريك برضو في تاجر برضو شبه كده، تمام. بس في موضوع يعني اكبر بكتير من كده. يعني ده يعني مثلا لسه عند حضرتك زي ما المنتجات تقدر محدوده تقول لسه ستارت شويه اب. عشان صح كده؟ اتفضل. يعني اقصد ان المنتجات لسه عند حضرتك في الموقع لسه محدوده شويه، يعني مش شغالين في كل بالظبط، الاماكن لان انا مثلا. بستورد المنتجات دي. فاهمني، فالموضوع بيبقى بسيط. يعني ده مش موقع شخصي اصلا لحضرتك، ده سيستم كامل. ما هو سيستم انا بستورد عليه المنتجات دي زي ما شرحت في الاول. ان تمام. انت لا انا كنت بحسب ده. كمصنع مثلا او كمورد. تمام. اتفضل. انا كنت بحسب بس هو حضرتك شاري ان هو الموقع بتاعك الموقع الشخصي، يعني شاري دومين وهوست وكده وليه لا لا لا، ده سيستم. تمام. ده سيستم مش موقع. انا الموقع يعني هعمله معاكم في السيشن الجاي باذن الله. هعمله بالتفصيل واحده واحده عشان ابقى ماشي معاكم كاني انا برضو ايه، كأنك من البداية يعني بتبدأ معاكم في معنا. نفس الحاجة. بالظبط. تمام، تسلم يا هندسة. حبيبي، في اي حد عنده اي سؤال تاني؟ حضرتك بس ممكن حتة السيستم والموقع أنا بدأت أتلخبط، يعني هو ايه الفرق ما بين السيستم والموقع؟ السيستم اللي بتجيبي منه اه المنتجات. اها، ده بيكون تبع مصنع معين أو
حد بيقدم منتجات تبع صح؟ ده بيبقى اه تبع مصنع، تبع مورد، حد معاه منتجات. تمام. الموقع ده بقى هو اللي انا بعرض عليه المنتجات بعد ما ازود لا الربح. لا، ثواني كده، انتوا الموضوع عندكم حصل له مشكلة. طب ثانية واحدة، مهم. انا هشرح الموضوع ببساطة اكتر. معلش بقى، بما اني برضو متعلم شوية جرافيك ديزاينر كده، اشرح لك شوية على الفوتوشوب. استاذة ايمان صح اللي بتسأل؟ اه مع حضرتك. طيب انا هعمل دلوقتي سكرين شير. تمام، ظهر لحضرتك دلوقتي الفوتوشوب. ظاهر. مهم. طيب انا دلوقتي مثلا، انت حضرتك المسوق، انت معكيش فلوس تشتري منتجات، مهم. مفيش فلوس خلاص تشتري منتجات، انت المسوق اهو. تمام، خلاص. فانت هتدوري على منتجات، هتجيبي المنتجات بتاعتك دي منين؟ ان انت من عايزه السيستم. تسوقيها من السيستم. مهم. السيستم ده اللي هو ايه؟ زي اللي انا كنت بشرح ليه دلوقتي، اللي كان فيه المنتجات، اللي فيه الخلاط اه وفيه البلاي ستيشن وفيه الكلام ده كله. ايوه جميل، ده السيستم. تمام. ادي السيستم كده. انت لسه انت عرفتي فين المنتجات. هل المنتجات دي هتاخديها تعرضيها في بيت حضرتك؟ لا انا بس هاخد البيانات بتاعة المنتج. حلو. مهم. في عميل واقف اهو مستني ان هو يشتري. حضرتك عرضتي، انا دلوقتي هو في عميل واقف عايز يشتري الخلاط ده. مهم. هيشوف الخلاط ده ازاي؟ هيلاقيه يا فين؟ انه صفحة مثلا على السوشيال ميديا بعرض فيها او موقع متجر. جميل. فانت عملتي صفحة او موقع، فانت كده عندك طريقين، يا مهم. صفحة يا موقع. خلاص، ادي صفحة اهي، كده كده هتعملي عليها الاعلانات، او موقع هتحطي عليه المنتجات بتاعتك عشان العميل ده العميل ده يشوفها. خلاص. مهم. فالعميل اصلا بالنسبة له مش شايف ده، السيستم ده مش مهم. ظاهر اصلا قدامه. السيستم ده مجرد ان هو مصنع او مكان فيه منتجات ما بتظهرش للعملاء، هي بتظهر للمسوقين بس، بتظهر لحضرتك بس. يعني انا وسيط ما بين العميل وما بين بالظبط، السيستم. انت وسيط. انت بقى هتعرضي. شفتي انا لما عملت في الصفحة هنا، انا عملت بيج وحطيت فيها حطيت فيها البوست اه ديت. ثانية واحدة اوريكي عشان برضو يبقى الموضوع قدامك واضح. انا خلاص اخدت المنتج من المصنع وحطيته هنا. بصي، مفيش حد شافه، لان فيسبوك او اي منصة بتحتاج ان انت تعملي ترويج، اللي هي كلمة اعلانات. بوست دي، علشان يظهر. الاعلانات برضه مهم. هنشرحها بالتفصيل. انت نفترض ان انت خلاص عملت اعلانات وجالك زباين، زي مثلا برضه هوريكي كده بعد ما عملت الاعلان. ده اعلانات خلاص، وبتجيلي رسائل بقى كتير بقى على حسب الميزانية اللي انا بعملها. ظاهر قدام حضرتك. احنا خلاص، بنحدد ميزانية معينة للإعلانات من الربح بتاعنا براحتك أكيد صح؟ مهم. براحتك. يعني في ناس بتبتدي هقول لك مثلا 200 جنيه، وفي ناس بسم الله ما شاء الله مهم. اعرفها معرفة شخصية بيصرفوا اكتر من 50,000 جنيه اعلانات. ما بس شاء طبعا الله. 50,000 جنيه بيرجع لها عائد. يعني مثلا أكيد. الشخص ده طلب، جميل، طبعا بيبقى بقى بيني وبينه حوار.
انت فين ومش عارف ايه وايه وايه، المهم طلب واداني بياناته ومش عارف ايه. خلاص يبقى كده احنا وصلنا لحته ان احنا عرفنا نجيب العملاء وان احنا حطيناهم في السيستم. فخلاص انت حضرتك جبتي عميل، العميل ده خلاص العميل ده شاف المنتج بتاعك على الصفحه بتاعتك وبعت لك رساله قال لك لو سمحت انا عايز المنتج ده. انت حضرتك بتاخدي بيانات العميل دي وتحطيها ايه في السيستم. العميل مش تمام. شايف السيستم، العميل بيكلم حضرتك على انك صاحبة المنتج. فبعد ما انت بتدينا البيانات بتاعت العميل بنبعت شركة الشحن بالمنتج للعميل والعميل يستلم. خلاص العميل تم الاستلام، تمام. حضرتك بقى ليكي عمولة برضو. السيستم ده اللي هو احنا بندخل لحضرتك العمولة تقدري تسحبيها، فودافون كاش بقى، حساب بنك، اورنج كاش، ايا كان. هنوصل للمواضيع دي بعدين. بس هي فكرة الشبكة دي نفسها اتفهمت، اللي هو مفهوم. احنا بنوصل لإيه واحنا بنعرض ازاي والعميل بيشوف ايه. فاهم. تمام. حتة تمام. الموقع بقى اعتبريها هي الصفحة. يعني الموقع ده زي الصفحة بس خاص بيكي، ملهوش علاقة بالسيستم. هتسمي الموقع مثلا ايمان ستور، بتحطي فيه المنتجات بتاعتك وبتعملي اعلان وتحطي لينك الموقع ده في الاعلان. العميل لما بيدخل على اللينك بتاعك بيظهر له الموقع بتاعك. تمام. تمام. الموقع بتاعك ده بيبقى فيه منتجات، انت حضرتك بقى بتبقي بانيه الموقع. طبعا هو بيشوفه كانه مثلا يعني شبه نون، شبه امازون، شبه ايا كان، وبيطلب منه. بمجرد ما هو ما بيطلب، بدل بقى الرسائل والمناهده ويفاصل والكلام ده كله، لا خلاص هو بيبقى ظاهر له كل حاجه وبيدخل بياناته وبياناته بتوصل لحضرتك وحضرتك بتحطي بياناته في السيستم. تمشي نفس الدورة بتاعت الموضوع. يعني حضرتك شايف ان الموقع طريقة يعني افضل من ان اعمل صفحة وابدأ اتكلم برسائل واقنع العميل واحاول انه وهو يفضل يسألني، انه دي بتاخد وقت في جذب العميل اكتر من يكون في موقع ويطلب على طول، صح؟ هو في كلا الحالات هتعملي صفحة. الصفحة دي بقى مثلا سي فيسبوك، وانت مهم. حضرتك لكن بتعملي فيها رابط المتجر بتاعي او الموقع. بالظبط. يعني انا مثلا فهم. هنا هوري حضرتك برضو. انا عايز بس افتح مدير الاعلانات عشان انا بنسى اعمل سكرين شير لما بنقل لصفحة تانية، فمعلش ايه. تمام كده اتنقلت صح. تمام. في هنا مدير الاعلانات اللي هو المكان اللي بتعملي منه الاعلانات. انا مش عايز انط للمرحله دي، بس انا بس عايز اوريك الشكل بيعمل ازاي. لو انا عملت كرييت اد من هنا، هو بيخيرني، بيقول لي انت عايز الاعلان بتاعك ده ايه، عايز تعمل بيه ايه. الانجيجمنت دي بيبقى فيها رسائل، لو في فيديو مش عارف ايه. المهم يعني ان دي بتاعت الرسائل. الليدز دي اللي هي بتبقى ليد جنريشن، زي ما قلنا في اول مره، صفحه الهبوط. مجرد ما بتحطي صوره المنتج والبيانات بتاعت المنتج بيطلع له فورم فيها اسمه وعنوانه ورقم تليفونه، يبقى كده طلب. تمام. بيبقى برضو بيبقى في. اتفضلي. لما حضرتك كمل. وبرضو فيها الكونفرجن. لو عملنا كونتينيو كده هيطلب مني ايه، اختار نوع الكامبين بتاعتي. انا بس مش عايز ادخل في التفاصيل دي عشان ما اتهوش. انا حابب بس اول سيشن يبقى الموضوع نظري، تبقى فاهمين بس الدنيا ماشيه ازاي، الخيوط واضحه، وبعد كده ندخل في التفاصيل دي. يعني انا لما دخلت هنا هتلاقيه مثلا بيطلب لينك الموقع،
بيطلب البيكسل. فالمواضيع بتبقى معقده اكتر شويه. الرسائل اسهل في على طول، والعميل بيجيلك بتكلميه دايركت، بيبقى فيه مودريتور بقى او حضرتك ايا كان. ده موقع تاجر، ده برضو سيستم. بتختار هنا مصر او السعوديه او الامارات او ايا كان. مثلا السعوديه فيه منتجات بقى اكتر، نفس النظام، بيقول لك المنتج ده بقد كده وليك عموله قد كده وهكذا. يعتبر موقع تاجر هو اكبر موقع في الشرق الاوسط في الموضوع ده، علشان جواه منتجات كتير جدا. تمام. هنا هتلاقي كلها بالريال. لو حولنا مصر هنا هتلاقي المنتجات المتاحه في مصر. ما ينفعش نطلب حاجه من هنا لهنا والعكس، منتجات اتقلبت هي جنيه مصري مش عارف ايه كده. تمام. كان في برضو انجزني العالميين. هتلاقي بص برضو الموضوع سهل جدا، لو انت متعرفش ممكن تكتب افليت وهتلاقي كتير. جامايكا مثلا هو حظه طالع الاول. نفس الكلام. المواقع دي مواقع سيستمز اللي هي فيها المنتجات اللي حضرتك تقدري تسوقيها. نفرق بين الموقع اللي هو بيبقى السيستم اللي فيه المنتجات اللي تقدري تاخديها، والموقع بتاع حضرتك اللي لسه هنعمله السيشن الجايه اللي بتحطي فيها المنتجات دي، او المحل بتاعك. نفترض كده ان السيستمز دي هايبر كارفور مثلا او تاجر جمله بتاخدي منه المنتجات تحطي فيها في المحل، باختصار وبالبلدي قوي كده. اعتقد الموضوع كده بقى واضح اكتر. ده دخول كمسوق برضو. كل السيستمز بتطلب منك ان انت تسجل عشان يظهر لك، عشان طبعا ما يظهرش للعامه الناس ويعرفوا الاسعار اللي موجوده. تدخل تختار برودكتس، كله نفس النظام. بيبقى فيه شحن ثابت. دي منتجات اهو، مثلا الترابيزه دي ب 390 وليك 40 عموله مش عارف ايه، قطعه خضار، علقه ملابس. الموضوع ممتع وسهل وبسيط. هي الخطوه الاولانيه بس ان انت تبني المحل بتاعك. باختصار انت هتجيب محل، هتأجر محل اللي هو الموقع بتاعك، تعمل صفحة على الفيسبوك، انستجرام، تيك توك. دي الأدوات اللي انت هتعلن عليها، لأن الموقع مش بتعلن عليه، الموقع بتعلن له. تمام. يعني الموقع انت يعني محدش هيدخل مثلا، معلش بقى استاذ ايمان استحملي الامثله اللي عليكي. محدش هيجي في دماغه يكتب في اتفضل جوجل حضرتك. ايمان ستور. انا ما اعرفش ايه ايمان ستور ده اصلا. انت حضرتك عملتيه ولوحدك، انا ما اعرفش. لكن انا ممكن ابقى مثلا محتاج قطاعه خضروات، فانا هكتب على جوجل قطاعه خضروات. هنا بقى هيجي دور حاجه تانية خالص في التسويق، اسمها محركات البحث، السيرش انجين، CEO. ده موضوع تاني مش عايز اوجع دماغكم بيه. اللي هو لما اكتب قطاعه خضروات، اشمعنى هيطلع لي اول حاجه جامايكا، تاني حاجه امازون، تالت حاجه نون. دي بتبقى دي اصلا يعني تايتلات في شركات كبيره ومرتبات عاليه جدا، بس علشان الظهور في محركات البحث. انسوا الكلمتين دول مش عشان ما نلخبطش. بس اهم حاجه ممكن تبقى مثلا ماشيه على نظام معين. لو انا مثلا الموقع بتاعي يبقى ادوات منزليه، هاخد المنتج ده ومنتج مش عارف ده والمنتج ده، كل الحاجات اللي هي الخاصه بالادوات المنزليه. فالموضوع بيبقى اشيك. طب الزبون او هندسة، العميل اللي بيدخل. حد بيتكلم؟ ايوه دلوقتي لو حضرتك بتسوق على صفحة على الفيسبوك او انستجرام او تيك توك ايا كان، وانت بتسوق تمام. بتختار طبعا الدولة اللي انت هتسوق ليها في الاعلان نفسه، صح كده؟ بالظبط. يعني ما بحتاجش VPN. لا VPN ايه؟ لا
انت يعني بتسوق عادي، تمام الاودينس تمام بتاعك بتختار اللوكيشن. تمام ماشي يا هندسة. تمام. ماشي شكرا. بس فبرضه يفضل ان انت تعمل صفحة لمصر وصفحة لو هتسوق في السعودية، عشان باختصار برضه الاسعار الدنيا ما تبص معاك. معلش في حاجة دلوقتي، لو عميل بس اتفضل. لو عميل اشترى من الموقع، لو انا عملت الويب سايت خلاص وظبطت الدنيا كل حاجه، وعميل خلاص تمم الاجراءات وده كتب البيانات بتاعته على الموقع عندي، المفروض ان انا انقل البيانات دي لسيستم الافiliate، مظبوط؟ مظبوط. الموضوع ده بيتم مانوال ولا ممكن يتم اوتوماتيك عادي من الموقع للموقع للافiliate على طول؟ لا، الموضوع ده بيتم مانوال. تمام. بيبقى في تمام. حالات معينة لو الموقع موفر البلجن، انا كنت قايل الكلام ده من شوية. لو الموقع موفر البلجن بتربط ان انا البلجن اضيفه لوحده. بالموقع، تمام. وبضغطة زر بتنقل الحاجة بتاعتك او الاوردرات بتترفع على طول. بس طب لو الموضوع بسوق مش لاكتر صعب من افiliate، ايه. يعني لو الموقع موفر البلجن، طب لو انا بس بسوق لاكتر من افiliate، لكذا افiliate في نفس الدوله مثلا. ما دي هتبقى مشكلة هتواجهك، ان انت فهضطر هتلاقي بقى ان انا المنتجات اخلي كلها موضوع داخلة في مانوال، صح بعض. كده؟ فانت تاخد افضل لك تاخد مانوال. عميل مانوال. تمام ماشي يا هندسه. جميل. احنا مثلا وصلنا، انا بس كنت بوريكم البرودكت كده. نرجع تاني لموضوع سامسا. دي شركة شحن مشهورة جدا في السعودية. فخلاص تم التسليم بيقول لي، فانت كمسوق هتعرف ان العميل بتاعك استلم. يعني ما فيهاش مجال بقى ان انا مثلا اكذب عليك او السيستم يقول لك لا ده تهرب، ده الدنيا كلها مكتوبة قدامك. طيب خلاص العميل ده استلم. انا باجي هنا مثلا اقول ايه، حضرتك مثلا ليكي 30 جنيه 30 ريال اللي هو بتاع الاستاذ ده، بقوم عامل اضافه رصيد. انا بقوم ضايف لك الرصيد. فانت خلاص بعد ما الاوردر تم، انت بتلاقي بتلاقي العموله نزلت لك. طيب تعمل حاجه اسمها طلب سحب عموله. هو بص هيقول لك ان انت رصيدك 30 ريال، فاقول له طيب تمام انا محتاج ال 30 ريال. عايز تسحب الفلوس بتاعتك، هتكتب هنا ال 30 ريال بتوعك، تختار طريقه السحب. حاليا هنا متاح محفظه الكترونيه، في تاجر متاح محفظه ومتاح بنك ومتاح حاجات كتير تقريبا. رقم المحفظه الالكترونيه، بتكتب رقم الفودافون كاش بتاعك مثلا كذا 536. خلاص تعمل طلب سحب عموله. على طول بيسمع عندي ان فلان ده طالب 30 ريال بتوعه. خلاص بيجي لي هنا او محولين له ال 30 ريال بتوعه. ده الموضوع باختصار خالص. من اول ما تشوف المنتج اللي انت عايزه، تعمل الصفحة بتاعتك، تحط المنتج، هتعمل اعلاناتك، العميل هيجي لك هيطلب، هتحط بيانات العميل في السيستم. السيستم من شغله ان هو يوصل لك الاوردر بتاعك للعميل. اول ما العميل يستلم بينزل لك العمولة، انت بتطلب سحب العمولة، العمولة بتوصل لك كده. دي الدايرة كلها. حبيت اوضحها بس عشان يبقى منظور ليكوا واضح، تبقى شايفين الدنيا واضحة ازاي. لان انا اول ما دخلت انا ما كنتش فاهم يعني مين اللي هيوصل، مين اللي هيستلم الفلوس. طب افرض السيستم كذب عليا، افرض العميل استلم وسيستم قال لي لا ده ما استلمش، انا هعرف ازاي؟ العميل بينه وبين شركة الشحن مش هيعرف يتواصل. فالمواضيع دي كلها ما وضحتش معايا غير بالتجربة. مطلوب منكم ايه؟ انا بحب يبقى في موضوع تفاعلي. يفضل ان كل حد فيكم يعمل صفحة على الفيسبوك يسميها اي اسم هو يختاره. تمام. ويختار كم منتج، يختار مثلا 3 سيستم افليت، 2 مصريين مثلا وواحد سعودي.
ينزل البوستات بتاعت السيستم ويحطها في الصفحة. تمام، يهيئ الدنيا للمرة الجاية، عشان المرة الجاية بإذن الله هنسجل، هنعمل ستور، هنعمل الموقع بتاعك، وهوريك ازاي تربط البيكسل، ولو اتبقى وقت هوريك ازاي تعمل اعلانات. الاعلانات بقى هتتقسم فيسبوك على مرة، تيك توك على مرة. الفيسبوك بيبقى مع الانستجرام، يعني الاتنين بيتعاملوا من الفيسبوك، ولو في وقت برضو نحاول نعمل السناب شات. طيب هو بس ممكن ده طلب ولا كده السيشن بتاع النهارده. استاذ وان مهند؟ شاء الله المره الجايه زي ما قلت الحاجات اللي احنا ناويين نشرحها، ولو في اي حد عنده اي سؤال او اي حاجه مش مفهومه او حابب يضيف حاجه للشرح المره الجايه تحت امر. طيب هو بالنسبة للسيشن الجاي يعني هتكون برضو يوم سبت ولا هتكون برضو في أيام الأسبوع؟ بالنسبه للسيشنز هو بيبقى متاح ان هو يبقى يومين في الاسبوع، هيبقى باذن الله مثلا سبت وثلاث او حد واربع، يعني انا ما عنديش اي مشكله. هو يفضل إن احنا نخليها في أيام الأجازات عشان أغلبنا كله بيكون عنده شغل، فاللي هو بيروح فاصل بس مش أكتر. خليها ايه؟ أجازات يعني مثلا في يوم في أجازة ويوم مثلا في نص الأسبوع مفيش مشكلة، أو ممكن مثلا خميس وسبت. انا ما عنديش مشكله، دي هيبقى مع الاستاذ محمد او استاذه خلود، يعني يعملوا الفورم برضو تقريبا، يعملوا فوت او يعملوا الفورم. انا ما عنديش اي مشكله بعد الساعه 8 خلاص تمام. يوم اجازه مثلا او يومين في الاسبوع مفيش اي مشكله. وكده كده المفروض يعني يا رب تكون السيشن دي اتصورت، لان انا ما صورتش. هو احنا هناخد السيشن كلها ريكوردد أساسا؟ متقلقش يا كوتش، السيشن متسجل. طيب تمام الحمد لله. هي المفروض إن هي ترفع لنا ريكورد السيشن دي صح كده ولا؟ الحقيقه السيشن مش متسجل عارف استاذه خلود. حضرتك. ايوه متسجله ريكورد وشاشه، ما تقلقش. تمام متسجله فيديو، لان انا تمام. هحتاجها برضو. أوكي. ريكورد وسكرين، يعني معاكم الاثنين، فيديو وريكورد عادي. تمام تمام. هو كويس. كله هيبقى كام سيشن هندسه؟ هو المخطط ليه من 5 ل6 مثلا. تمام، يعني ان لو شاء الله الدنيا في ملمومه حاجات ايه، يعني الدنيا ملمومه اقصد، يعني ان شاء الله لو خدناها على خلال اسبوعين ثلاثه نكون خلصناها. بالظبط. لو برضو في حاجة وقعت، في حاجة عايزين نشرحوها اكتر، نزود عادي مفيش مشكلة. تمام، تسلم يا هندسه، ربنا يعزك. حبيبي حبيبي الله يكرمك. تمام انا بالنسبة لي كده تمام. استاذة خلود شوفي لو في اي حد عنده سؤال او حابين يضيفوا حاجة للسيشن الجاي. تمام ماشي يا كوتش مهند، يعني شكرا لحضرتك جدا، وجود حضرتك النهارده كانت اضافه قويه لينا، شكرا لحضرتك. العفو. اي حد عنده اي سؤال اتفضل، انا فتحت لكم المايك كلكم. طيب هو حاجة تانية، هو دلوقتي لما اجي اعمل بيج اكريت الاعلان عليها على طول ولا؟ لما تيجي تعمل ايه معلش؟ دلوقتي انا كريت البيج تمام كده، جميل. هل دلوقتي لما باجي انزل اعلان، هل العميل لما بيجي مثلا يجي يفتح البيج لاول مرة بيلاقيها فاضية خالص، في حاجة بتكون تراستد مثلا اقدر اوفرها ليه؟ لا بص، هو من خلال خبرتي في الموضوع قليل جدا اللي بيدخل يتفرج على البيج. يعني في ناس بتيجي تطلب مثلا انا عايز بيج مثلا فيها 50,000 فيها 100,000 مش عارف ايه عشان الثقة ومش الثقة، وناس بتحتاج توثق عشان الثقة ومش عارف ايه. الاعلان بيظهر وسط السكرول داون اللي العميل بيعمله، بيشدوا الكرياتيف بتاعك، بيشدوا الاعلان نفسه. لو عجبه بمجرد ما هو يضغط بيحوله على طول. لو انت عامل رسائل بيحوله على الرسائل، يعني مش بيدخله على الصفحه اصلا. وفي اصلا صيغه اعلانات اسمها اعلانات الدارك، يعني اعلان بيظهر بس ما بيبقاش بوست، مش لازم تنزل بوست، انت بتعمل الاعلان نفسه بيظهر بس اعلان، لو دخل مش هيلاقيه. فاهمني؟ فموضوع حته ان صفحه فاضيه مش عارف ايه، لا ما تقلقش، الموضوع ده عادي. يعني امتى بنستخدم الاعلانات الدارك دي؟
اعلان الدارك ده، شفت انت لو انا دلوقتي نزلت بوست تمام. عشان اعمل له في ممول، صور او فيديو ايا كان. عادي، انت في طريقه تانية بتعملها، تقدر ان تمام. انت تخلي الاعلان يظهر بس من غير ما ينزل بوست. يعني البوست مش هيبقى فيه بوست اصلا. تمام. فاهم قصدي؟ يعني مجرد اعلان ظهر قدام العميل، مش عارف يخش على حاجه غير ان هو يدوس بس ان هو يوصل لك بس، سواء رسائل بالظبط، او لاندنج بيج. بالظبط، ده اسمه دارك اد. بس حضرتك ما تفضلش الطريقه دي ولا ايه، ولا عادي ما تفرقش؟ لا لا، عادي، في الطرق بص، الطرق كلها ليها شغل. كل يعني حاجه وليها بس في حته حاجه. الافiliيت انت بتبقى محتاج تبيع، بس زي ما قلت تمام. لك، زي ما قلت في الاول خالص، ان انت محتاج ايه اللي هو يعني مثلا ايه الفرق بين اللي بيفرش فرشه وبيبيع فيها ملابس وبين زارا. زارا دي الاتنين ملابس، بيبيعوا. واللي بيفرش مم. فرشه دي ملابس. اه بس اللي بيبقى فارش فرشه ده اللي هو ايه، اخطف واجري، بالظبط. النهارده احنا هنبيع مش عارف ايه وبكره نقف في حته. لكن زارا ده براند، انت مطالب ان انت ترجع للعميل خلال 14 يوم، انت مطالب لو في مشكله، انت العميل ليه ثقه. فالموضوع مختلف، انت بتبني براند. فاهم قصدي ايه؟ فانت كبراند هتسمي مثلا البراند بتاعك اكس زي ما قلت. تمام. فخلاص انت حط في دماغك ان الموقع بتاعك ده انت عايز تبنيه خطوه بخطوه، تمام، يبقى بحيث ثقه ان بعد للعميل. كده يبيع اورجانيك، يبيع لوحده من غير اعلانات. تمام. هو حضرتك انا لسه داخله وكنت عايزه اعرف هو في تاسك ولا في هوم وورك هيتعمل بعد المحاضره ما تنزل باذن الله يعني. لا، معلش الصوت واطي خالص، مش سامع حاجه. بقول لحضرتك هو في تاسك او هوم وورك هيتعمل عشان أنا ما كنتش حاضره من اول المحاضره وفي حاجات كتير فاتت مني. معلش، استاذه مين طيب عشان مش ظاهر؟ انا افرينا. تمام، استاذه اسيل، انا طلبت من الناس ان كل واحد يعمل بيج. تمام، البيج دي يحط في دماغه ان هي هتبقى الستور بتاعه، يحط في دماغه ان ده المحل اللي هو هيأجره عشان يبيع فيه المنتجات بتاعته. تمام. يعني تبقى صفحة اسم كويس، لوجو كويس. لو ما تعرفوش اللوجو عادي، في مواقع كتير بتعمل لوجوهات فري، مش هتبقى دي معضلة. وانا يخشوا ممكن على اساعدهم سيستم واتسع الافيليت، عندهم انا المواقع دي. هبعت لكم كذا سيستم افيليت تاخدوا تقدروا تلاقوا فيه المنتجات، بحيث ان انتوا تختاروا النيتش بتاعكم. النيتش ده اللي هو الستور بتاع استاذه اسيل مثلا خاص بادوات المنزليه، الستور بتاع استاذ محمد ده مثلا الكترونيات. بيبقى بدل ما تبيع كل حاجه، فاهمني، بيبقى افضل شويه. تمام. جميل. تمام تعبت حضرتك. بحيث ان شاء الله المره الجايه هنعمل مع بعض كلنا خطوات ان احنا نعمل ستور، موقع. يبقى عندك الموقع وعندك صفحه الفيسبوك، ويا سلام يعني لو عملنا انستجرام ربطناه بالفيسبوك ده، يبقى كده تمام جدا. بس هنمشيها خطوه بخطوه، يعني مش انت مشكله. شرحت المحاضره اللي هتنزل صح كده؟ نعم. حضرتك شرحته في المحاضره اللي هتنزل باذن الله في الجروب. اللي هو ايه بالظبط؟ عشان والله مش سامع. عشان أنا ما كنتش حاضره من الاول كده. طيب انت حضرتي من اول انا فين؟ حضرتك شرحت الخطوات اللي احنا هنعمل بيها البيج دي او هنعمل بيها انا الخطوات البيج هي ما شرحتهاش كتير، لان هي سهله. هي في صفحه الفيسبوك، يعني لو حضرتك بصيتي هنا مثلا هتلاقي ان صفحه الفيسبوك دي احنا بندوس على الاربع شرط دول، وبنيجي عند كرييت ونعمل كرييت بيج. هي مش ظاهره لي هنا عشان انا فاتح بيج، بس لما تفتحي الاكونت بتاع حضرتك وتدوسي هنا عند كرييت دي هتلاقي فيه كرييت بيج، وتدخلي بس البيانات بتاعت الصفحه اللي حضرتك عايزاها. انا مش عارف السكرين ظاهره ولا في ايه، لان انا اعمل بس ايه ستوب.
تمام كده. استاذة أسيل، الو. هو تقريبا كده في مشكلة، صح؟ في هي حد تقريبا سامعني عندها ولا؟ مشكلة في الإنترنت. أيوة نوع حضرتك في مشكلة عندها في الإنترنت، فممكن هي طلعت ودخلت هتدخل تاني. بس كده كده المحاضرة متسجلة، لو عايز تشرحها كده كده تشوفها وهي متسجلة يعني. مفيش مشكلة. هي بس برضه عشان يبقى الموضوع واضح، أنا نقلت على البروفايل بتاعي 3 شرط دول كرييت بيج. بس هنا بنكتب اسم البيج، الكاتيجوري اللي هو النوع الصفحة، الصفحة ايه، صفحة ممثل، صفحة مغني، بيع بالتجزئة، شوب. لو كتبت شوب هنا هيبقى شوبينج سيرفر، شو، مول. تقدر تحط 3 حاجات وتعمل كرييت بيج، هتلاقي البيج اتعملت. الموضوع بسيط جدا يعني، مفيهوش اي حاجة معقدة. بس تمام يا كوتش، حضرتك قلت إن المحاضرة الجاية إمتى والساعة كام؟ هو احنا هيبقى محاضراتنا كلها بإذن الله 8:30. تمام. يوم ايه؟ احنا كنا متفقين سبت وتلات، حد واربع. يعني انا ما عنديش اي مشكله، سايب الموضوع لحضرتك والاستاذ محمد التنظيم، حسب برضو يعني حسب مواعيد الناس. طب ما فيش مشكلة، سبت وتلات، السبت أجازة والتلات مقدور عليه. تمام يا شباب ولا إيه؟ حلو، سبت وثلاث، يوم اجازه السبت، وفي نفس الوقت الثلاث يبقى ايه يعني يوم في نص الاسبوع كده عادي. خلاص تمام، يبقى سبت وتلات، معلش. نثبت من السبت والتلات. معلش بقطع حضرتك، بس لو تخلوها 4، لأنه التلات أنا عندي برضو مع حضراتهم كورس تاني، فيوم التلات بيكون موجود عندي من 9. في VIP هنا. اه. أيوة أنا موجودة. طب خلاص لو كده لا، يبقى ما ينفعش يعارض نفس خلاص يبقى سبت واربع مثلا. كده تمام. طب ماشي، ما مفيش فيش مشكله، سبت مشكلة، واربع. تمام. ميرسي. تمام. انا بشكر حضراتكم جدا، ويا رب يكون السيشن ده مفيد او اضاف اي حاجه لحضراتكم. وميعادنا ان شاء شكرا الله لحضرتك الاربعاء. شكرا العفو، لحضرتك جدا انك معانا. احنا اللي لا بنشكرك يا لا، هندسه، وربنا يزيدك من علم يا رب ويجعله في ميزان حسنات. حبيبي ربنا يكرمك، شكرا. الله يخليك يا باشا. تمام يا شباب، شكرا ليكم، شكرا لوجودكم معانا. كانت سيشن لطيفة جدا وممتعة وخلصت بسرعة، ودي حاجة كانت عكس المتوقع. فالحمد لله إن هي كانت سيشن جميلة، والحمد لله إحنا نستمر كمان إن إحنا نسمع السيشن الجميلة دي كل سبت وأربع الساعة 8:30. استنونا بقى إن شاء الله يوم الأربعاء الجاي الساعة 8:30 هنزل فورم الحضور، ما تنسوش تسجلوا فيه. تمام. ماشي، بس كده خلاص. شكرا لكم. لو عندكم أي أسئلة ارجعوا للدعم الفني الخاص بالكورس. تمام ولا مش تمام؟ طيب سامعني ولا الكود، مش سامعني أصلا؟ كود هيبقى إيه؟ في كود في الفورم؟ تمام. لا مش هيكون في كود، انت بس سجلي تمام كل فورم، يعني كل سيشن هيكون ليها فورم تسجلي فيه، بس كده. تمام، شكرا. ماشي، العفو ليكي. هي بس الفورم دلوقتي بتتعمل، فاحنا بس بنضيف عليها المواعيد، فيا ريت محدش يخرج غير لما الفورم تنزل. تمام. انا مش هنهي المحاضرة غير لما الفورم تنزل. هي الفورم دي لايه معلش؟ استاذه خالد معلش لو سمحتي، اتفضلي. هو المحاضره هرد على للاسف أسئلة ان انا دخلت في الاخر، انا ما كنتش اعرف VIP كورسز مقدمه المنحه وكده، انا عرفتها في الاخر. فهو المحاضره تبقى موجوده كلها على الجروب وهنسمعها وكده ونعمل التاسك اللي الكوتش قاله، صح كده؟ طيب تمام. أول حاجة هو الفورم ده هو تسجيل حضور حضرتك علشان يبقى ليك شهادة، ده إثبات حضور. تمام. تمام. آه تاني حاجة يا أستاذة ندى، تقريبا لو كنتي انت بتتكلمي صح؟
أيوة، هي انا محاضرة فيرينا. متسجلة. تمام يا أستاذة فيرينا. تمام حضرتك. المحاضرة متسجلة، ما تقلقيش، وهتسمعيها كلها. يعني هي حوالي ساعتين،